اليوم أنا بعمل لكم رز البشاور، طريقة كذا سهلة وبسيطة، يعني مش معقدة كتير ولا شيء. أهم شيء الآن أنا اللي معي شوفوها قليل، يبان لكم إنه قليل. 3 أكواب. ال3 الأكواب هذه الآن بصفيها تمام نظيف، بغسلها وبنبلها كذا بس في حدود ربع ساعة، وبعد كده أوري لكم إيش بنعمل. بالنسبة للبصل، راس بصل يعني بس يكون كبير شوية. طيب معانا هنا شوفوا ملعقتين تمام، وهذه الثالثة بدا الشكل. شوفوا كيف تكون بدا الشكل. 3 ملاعق نشا. نجيب البصل اللي فرمناه، البصل شوفوا كيف تفرموه يعني كذا بدا الشكل رفاعة يعني. الآن خلاص البصل الآن إيش نعمل؟ أسيبه كذا داخل النشا علشان نتحصل على البصل اللي يكون فيه كذا شوية قرمشة، يعني علشان لما نعمله فوق الرز يكون له شكل حلو ومقرمش نفس الشيء. خلاص نحاول الآن نخليه يتفكك كذا، يدخل فيه بالزيت كامل. شوفوا كيف ها الآن ما شاء الله كيف خشخشة. الآن خلاص نخرجه لهنا. الزيت هذا اللي نحنا عملناه بالبصل بنعمل به الزبيب واللوز. شوفوا كيف يقولون. يا سلام سلم. معانا الآن الزبيب، معانا الزبيب واللوز. بنعمل أول اللوز. بسم الله. شوفوا عادي يعني ممكن تشنيه، ممكن تشني الزيت عشان تخرجي منه بقايا البصل، وممكن تعمليه لأنه مكانه هو نفس علي بن علي، وهم أخوان كلهم بيدخلوا بالرز. بس ما نخليه يعني لما يحرق، لا شوية يعني. هنا على جنب. الآن معانا الزبيب برضه نفس الشيء، بس لها كذا بس بسيط بس قليل. شوفوا بس خلاص. الآن نلفه. كيف محلاه بسرعة لأن الزيت سخن. المهم هذا اللي بنستعمله للزينة من فوق بعد ما نكمل الطبخة رز. معانا الآن الثوم والزنجبيل. أنا عملت 3 فصوص، واحد كذا زعموطي صغير، واحد المهم 3 فصوص تمام. وهذا الزنجبيل أخضر، معك بودرة زنجبيل عملي. الثوم والزنجبيل هذا بنهرسه قليل بالخلاطة بقليل ماء، وبنضيفه بعد كذا للماء حق الرز. معانا هنا شوفوا الزيت بنسكب ملعقة 200 3 لأن ما نشتوش يعني يكون مليان زيت تمام. ومعانا ملعقة سمن. شوفي ممكن تعملي سمن كامل يعني صافي كله سمن، وممكن تعملي زيت برضه صافي لو ما عندك السمن. هذه الملعقة السمن. معانا هنا راس بصل صغير يعني مفروم برضه نفس الشيء بهذا الشكل، أجنحة يعني بس رفيعة. نقلبه بس يكون ايش ما يكونش يعني ما نخليهوش لما يستوي بني داكن، لا نخليه بس ياخذ قليل حمار قليل، بس خليناه بس كذا قليل كذا ياخذ اصفراره عشان كذا يكون محسن وحليوه حليوه. طيب الآن معانا هنا شوفوا فلفل أسود، قرفة،
فلفل اخضر اللي نحن نقول له بسباس اخضر، ومعانا هيل ربع ملعقه صغيره، معانا القرنفل شوفوها 6 مسامير. تمام، يلا نسكبهم بينا كلهم مع بعض. شوفوا الفلفل الاخضر دائما انا اقول لكم لازم تخزقيها قبل ما تدخليها في الزيت، لكن لو بتسكبيه فوق ماي فوق اي حاجه عادي، خليه زي ما هو حتى بحقه العسق عادي مع حقه حتى الورقه، لكن لو كان بالزيت لا لازم تخزقيها لا يبقبق هيك. طيب نحن ما ننسيش قلنا البصل يحرق. تمام، فنسكب هنا معانا الخليط حق الثوم والزنجبيل. تمام، الثوم والزنجبيل اللي وريت لكم طحنته بكوب مي. شوفوا هذه الاكواب المي اللي انا بقول لكم فيه هي من المعيار حق الرز، كذا ركزوا عليها، لان اني عملت الكوب اللي عملت بالرز عملت به برضه كوب مي للثوم والزنجبيل وطحنته بالخلاط. طبعا هذا الكوب، شوفوا ده الكوب الذي اني عايرت بالرز، يعني كلت بالرز كوب ونص حق كوب رز. تمام، وهذا النص فوق الكوب اللي طحنت به حق الثوم. الان ايش عملت حق كوبين رز. هو انا عملت 3 اكواب لان انا عملت حق كوبين، كل واحد له كوب ونص وكوب ونص. تمام، انا هنا ملعقه ملح، ملعقه صغيره اللي هي كمون حب يعني مش مطحون، نقص شويه النار نقصها شويه. طيب معانا كمان هنا شوفوا كبزه رحب ملعقه صغيره كذا، ورق الغار طبعا نسكبه طلع. ومعانا هنا الليمون المجفف، دائما نقول لكم يعني جففوه، لازم شوفي صغيره كذا خلاص عشان تدخل الحموضه داخل. دخلناهم يسبحوا. الان نجيب الرز شوفي ما تخلوه ينقع كتير. بسم الله، خليناه بس ربع ساعة بعد ما تغسليه نظيف، خليه ربع ساعة يبتل. شوفوا كيف على حلاوة، يا سلام سلم. مثل ما اقول لكم الرز هذا مش رز البشاور، وانما رز بسمتي عادي. تمام، انت ممكن تعمليها برز البشاور، ممكن تعمليها باي رز بسمتي عندك تشوفي انه جوده وحلو ويطلع لك تمام، اعمليه به. يلا نغطي عليه ونقول بسم الله وتوكلنا على الله. يا بشاور يا بشاور، ان شاء الله تكون بشائر. طيب نقول بسم الله ونشوف. ما شاء الله، هذا شوية ما شاء الله حليوة. الآن ايش بنعمل قبل يعني ما ينشف المي كله؟ بنعمل الحليب، لازم يكون سخن لأنه مش معقول تسكبيه بارد فوق حاجة يعني سخنة. هذا كوب، نفس الكوب اللي عملتيه بالرز تكوني. تمام، وهذا النص والنص. ومعنا هنا الملعقة السمن مش مليانة مرة واحد، مسح كذا شوية. طيب الآن معانا الزينة اللي من فوق. ما تشتي كذا البصل يكون خشخشلك، اعملي له النشاء بس افحسيه لما تنشفين، ما تشوفين لما تشليه وهو تحسيه كذا ناشف
ارجعيه اعمليه داخل الزيت، شو كيف بيطلع لك يا سلام. سلي. الآن نعمل اللوز. معنا الزبيب. وهذا طبعا بنعمله كذا بالنهاية فوق الرز لما نغرفه كمان. يلا ونقول بسم الله ونبند عليه. ودعتك الله. بنشوف بعد كده، بعد قليل، بعد 5 دقائق 6 دقائق بنفكه. طيب نشوف نقول بسم الله. ما شاء الله. طفي النار. بعد ما نطفي النار ناخذ هذا اللي بنزين به ناخذه. تمام. ونشوف حقنا الرز كيف. ما شاء الله تبارك الله. شوف كيف. يا سلام. سلم. يا سلام. حبة بحبة مش مقصود. شوفوا. يا سلام عليه. سلم. هذا طبعا متبقي بنعمله هنا على جنب. بناخذ فوقه الذي عملناه فوق الرز علشان نزين به طبعا. شوف كيف. إلى النهاية. بسم الله. شوفوا كيف. حبة حبة على قولتم. شوفوا ولا في أي نقطة ولا مسك ولا يعني. وهذا الحليب يخليه يعني له نكهة تانية يعني طبعا. ما شاء الله ما شاء الله. خلاص الآن نزينه. ونعمل هنا الفلفل الأخضر. ممكن تاكليها على لحم، ممكن بدون لحم، ممكن تعملي لنفسك خصار لنفسك تعمليه مش فيه يعني. معك عشار معك شتني اعملي اللي تشتي. المهم ممكن تاكليه حتى كذا بدون لحم بدون صانونة بدون عشار بدون اي حاجة. ما شاء الله يستاكل كذا لحاله وانتم حرين. اللي تشتوا تعملوا اعملوا. بس لا تخلوش البصل يعني. البصل خلوه كذا شاحط صحيح بس لا تخلوش يحرق شوية. لو خليته يحرق بعد كذا يعني ما يطلعش الطعم حقه تمام. يعني الصراحة خليته قليل يحرق. ونلتقي إن شاء الله في طبخة أحلى من كذا. وإن شاء الله تكون هذه بس البشائر فاتحة خير بيني وبينكم إن شاء الله. وباي.